حبايب تيتا ميمي، كلنا فاكرين إيهاب أشرف اللي مدرس الفيزياء بتاعه غدر بيه وذبحه وقطع جسمه 3 أجزاء وحط كل جزء في مكان. حبايب تيتا ميمي، لو سمحتوا اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل حكاوي ونصايح تيتا ميمي الجديدة. النهاردة يوم الأحد، يوم 21 إبريل، استمعت المحكمة الأقوال مع محمد مدرس الفيزياء وهو عمره 25 سنة، المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز وهو طالب في الصف الأول الثانوي، وتقطع جسمه 3 أجزاء من مركز الستاموني محافظة الدقهلية. وطلع المتهم من القفص واعترف بالواقع، وكان لابس اللبس الأبيض، وكان بيقول إن حياته اتقسمت ل3 مراحل: مرحلة قبل الجريمة، ومرحلة الجريمة، ومرحلة بعد الجريمة. وبيقول المرحلة اللي قبل الجريمة كان راجل كويس جدا، وبيقول إنه كان ماشي في حاله وكان الكل ومحمد قبل قتله للمرحوم إيهاب أشرف كان في لعبة على النت بيلعبها وبيكسب منها، وفي الآخر خسر وكان عليه مبلغ 350,000 جنيه، وكان ليه ورث عند أهله وخايف يقول لهم علشان شكله قدام أهله. وقال إن في فترة كان بعيد عن ربنا، وبعد ما قتل محمد ما كانش مستوعب باللي حصل، كانت لحظة شيطان لما قطعه 3 أجزاء في نص ساعة. وطلب من سيادة القاضي طلبين: أول طلب يشوف أهله، أخوه، والدته، أو أي حد من أهله. وسيادة القاضي المحترم قال لأي حد عايز يشوفه يشوفه بس بعد الجلسة، وقدم اعتذار وعزة لأهل المجني عليه، وطلب العفو والسماح. تحية وتقدير واحترام للقاضي العادل اللي سأله إنه اعترف من غير أي ضغط عليه. رد محمد مدرس الفيزياء وقال أيوة، إنه فكر في الجريمة ودبر وخطط، وأكل إيهاب أشرف وقطعه 3 أجزاء، وحط كل جزء في شوال، وأخد كل جزء في كرتونة مروحة ورماه في مكان مختلف، ورمى الجزء السفلي في أرض زراعية. والمباحث قدرت تكشفه بعد ما كان عامل نفسه بيدور معاهم عليه، واكتشفته من بواقي الشوال اللي كان في بيته. وبعدين حكم عليه القاضي بإحالة أوراقه للمفتي، وإن 21/5 للنطق بالحكم. اطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية. فوات المحكمة قلت لك إن كان في ضغط عليك، قلت لي إيه؟ وكان والد إيهاب راضي بالحكم وقلبه ارتاح، وإن الحكم كان سريع، وإنه هيروح عند قبره وهيقول له الحمد لله، وإنه يرتاح إن حقه رجع. ونصيحتي ليكم حبايبي إن محمد في ساعة انسأل للشيطان لما فكر في الجريمة، وظلم أشرف وأهله وناسه، وظلم نفسه وأهله وناسه، وكان عنده نعم كتير: شبابه وصحته وزوجته وابنه ووظيفته. لكن الطمع وعدم الشكر وعدم الرضا هم اللي وصلوه لكده. خدوا بالكوا إن إحنا نمشي ورا أي شيء يغضب ربنا حتى لو كان على سبيل الهزار، وأي واحد يفكر في أي شيء غلط يفكر كويس قبل ما يعمل الحاجة ويشوف عواقبها في الدنيا وفي الآخرة.